طبعا أنا جئت اليوم طبعا في إطار القانون المنظم للحزب، في إطار الدورة العادية للمجلس الإقليمي لإقليم السمارة، مؤازرة طبعا للمفتش الإقليمي، وهذا نص عليه القانون لأن المفتشين الجهويات يأتي المفتش الجهوي حينما يستدعى لذلك عن طريق المفتشين من أجل الإشراف على الترتيبات الأولى اللي هم قاموا بها طبعا على أحسن وجه. ولا أضيف شيئا على ما قاله الأخ المفتش زميلي المفتش البويهي لإقليم السمارة. كل ما هناك على أنه في إطار طبعا تنفيذ التعليمات وفي إطار الاستراتيجية اللي كينهجها حزب استقلال وهو القرب من المواطن. فأنتم لاحظتوا على أن السمارة اليوم دايرة واحد الشعار اللي هو بين الواقع الآفاق وأيضا كمدينة واعدة. فطبعا في خلال هذا البرنامج غيكون هناك واحد العرض اللي غادي يقدمه رئيس المجلس البلدي اللي هو عضو المجلس الوطني للحزب، واللي هو ايضا طبعا غادي يعطينا هذا العرض فيما يتعلق بالبرنامج اللي كان سطره حزب استقلال في الآونة الأولى كبرنامج اللي دخلنا به انتخابي. بما أننا قطعنا أشواط فيما يتعلق بهذه السنوات، فالآن نحن نراجع البرامج اللي قمنا بها مقارنة مع الواقع، وبالتالي غادي تكون هون طبعا مداخلات ديال الأخوات والإخوان ديال السمارة. غادي يكون كذلك إلا لاحظتوا على أن الحضور الآن مكثف وفيه الأغلبية كذلك حاضرة، الأغلبية ديال جميع المنتخبين يعني بالجماعات القروية اللي مكونة لهذا الإقليم، وبالتالي ستناقش مجموعة من القضايا في فلاحية اقتصادية اجتماعية، وأهم شيء سيناقش أيضا وهو القضية الوطنية الأولى بالنسبة لنا، واللي الإخوان وإحنا انطلاقا منها طبعا انطلاقا من قرارات اللجنة التنفيذية، والآن مبعوث اللجنة التنفيذية غيكون عنده عرض سياسي في جميع المجالات. إذا غادي يكون هناك واحد الزبدة وهو بيان ختامي اللي غادي نشرفوا عليه رفقة الأخ المفتش ورفقة الإخوان والأخوات داخل الفروع والتنظيمات الموازية، باش نشرفوا عليه ليكون كذلك كخطوط عريضة للبرنامج المستقبلي اللي احنا بدينا كنشتغلوا فيه. لان احنا من نهار بدينا كيف ما قال الاخ عضو اللجنه التنفيذيه للحزب مولاي حمد الرشيد، من نهار بدينا احنا بالاشتغال فيما يتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي من اجل ربح المعركه اللي هي بالدرجه الاولى. عندنا طبعا المعركه الوطنيه هي اساس، ولكن ايضا المعركه السياسيه باش نكونوا في الصداره ضروري انها تكون حاضره وحاضره بقوه، وغادي تلاحظوا ان شاء الله خلال هذه الدوره ان شاء الله الرحمن الرحيم.